السلام عليكم. تعالوا معانا نعمل البسكويت بالسمنة بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة، واللون موحد من الأرضية ومن على الوش. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ ما شاء الله طالع كده جميل جدا وناعم كده أحلى من بتاع الفران بره. نعمله في البيت أوفر طبعا. شايفين بيقطم كده لما تيجي تعمليه تقطعيه، وبصي ما بفركه في ايدي جميل جدا. طريقة سهلة وبسيطة لأي بنوتة صغيرة تعملها، مش يعني حاجة سهلة خالص. هنخش الفيديو ونشوف عملناه ازاي. شايفة ما شاء الله عامل ازاي، ولا فرد مننا ولا أي حاجة. هنا المقادير معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم السمنة يكون حاطينها في التلاجة، عايزينها مجمدة. 2 سكر بودرة، لازم تكون سكر بودرة أحلى. معانا فانيليا وبيكنج باودر و5 بيضات، ده للكيلو، مقدار كيلو. كوبايتين سمنة وكوبايتين سكر بودرة. هنحط حليب حوالي معلقتين حليب، معلقتين 2 بس. هنحط الاول السمنه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط السمنه هنا وهنضربها ضربه لغايه ما تبقى السمنه معانا لونها زي الكريمه كده. تمام. هنا حطينا السمنه وكسرناها كده كمان عشان نعرف نضربها بالمضرب. هنضربها بالمضرب لغايه ما تبقى كريمي خالص. هنا بنضربها اهو، لسه ما كملتش الضرب. بص انا بوريكي بس. هنا نضربها جامد جدا لغايه ما تبقى لونها بيض خالص. تمام. طبعا كلكم شاطرين وعارفين، بس المقادير دي المقادير دي جميله جدا. هنا بعد ما ضربنا دي السمنه بس لوحدها، شايفين ما شاء الله عامله ازاي؟ بقت كريمي بيضه خالص كده. بيضة ثانيه. وبعد كده هنحط عليها البيض، بيضة كده ونضربها. نحط البيضة ونضربها اهو. انا بحط بيضة. الحاجة غالية في الاسواق، ليه احنا ما نعملش في البيت ونوفر؟ كيلو دقيق هيطلع لك ما شاء الله حوالي 1.5 كيلو او 2 كيلو من بره. هنحط البيض كله ونضربه، ونحط طبعا الفانيليا معاه. بعد ما نضرب البيض كده معاه، اروح حاطين طبعا السكر يكون بودرة، يكون احسن يعني. وبعدين السكر البودرة ما تشتريهوش جاهز، بيبقى داخله نشا. حاولي تضربي تطحني السكر في البيت. هنحط فانيليا، الكل بيضة كيس فانيليا او نص معلقة صغيرة فانيليا. تمام. هنحط الكل بيضاية كيس فانيليا او مع نص معلقة صغيرة. تمام. هنا حطيت 4 اكياس فانيليا، وحطيت تاني فانيليا تاني سايبه. خليكي كده معتمداها، يعني كل بيضايه ليها كيس فانيليا واحد، ظرف واحد فانيليا. هنضربهم كده. هننزل بالسكر اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضرب برضو. طبعا هيبقى سكر بودرة، يبقى سهل الضرب على طول. هنضرب كده خالص ونخلص، نحط بقية السكر. هنا جبنا كيلو دقيق، هنحط عليه 1 كيس كيك شيف او بيكنج باودر، اي اللي موجود متاح بين ايديك. كيس واحد او معلقة كبيرة. انا بقول لك يعني بكذا مقدار. معلقة كبيرة اللي بتعادل كيس. ونقلبهم. معايا هنا ربع كوباية حليب، بس مش هحطها كلها طبعا. هحط حوالي معلقتين 2. هنزل بقى بالخليط السائل على خليط الجاف. مش هنعجن، احنا ما بنعجنش البسكويت، احنا بنلم بطراطيف صوابعنا بس. البسكويت مش بيتعجن. هنقلبه كده تقليبه، وبعد كده هندخل بايدينا. انا ما بعرفش اشتغل طبعا بالجوانش، ببقى اي واحد لازم يلمس حاجته بايده. هنلم كده ونروح شايلين المعلقه ونلم بايدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقه سهله وبسيطه، وعلى ضمانتي. وجربي وقولي لي ايه رايك في الطريقه دي والمقادير. انا بديك الكيلو دقيق، وهكتب لك الطريقه المقادير في صندوق الوصف. احنا بنلم هنا الدقيق لغايه ما يختفي الدقيق خالص، وهنديله معلقتين كده حليب. وممكن ما تديلوش حليب، بس عشان يمشي معاكي حلو في المكنه او في الكيس بنديله الحليب بس. هنلم كده بصي لغايه ما الدقيق يختفي خالص. هناخد معلقتين 2 حليب اهو. انا بجيب الحليب قدامك اهو.
ادي معلقة وادي معلقة، مش هحط تاني. هنقلبه تقليبة وخلاص، بس هنريح العجينة حوالي دقيقتين 3 ونشتغل فيها على طول. اي معجنات تعمليها فيها خميرة ما فيهاش خميرة لازم تسيبيها ترتاح بس كده، بتاخد وتدي مع نفسها. بصي العجينة، بصي ادام بصي اهي كده العجينة بقت مظبوطة. شققش معاكي اي عجينة تمسكيها تلفيها. هنا جينا احنا هنشتغل بالمكنة، طبعا كلنا عارفين مكنة البسكويت. بصي بتنزل بكل سهولة ازاي، شايفة المنظر والنقشة. النقشة دي هتفضل زي ما هي، وردها لك في اول الفيديو. النقشة دي البسكويتة ولا هتفرد معاكي ولا هتسيح النقشة ولا حاجة. بسم الله ما شاء الله، شايفة ما شاء الله عاملة ازاي. وفرن البوتاجاز عادي، طريقة سهلة وبسيطة وطالع معاكي زي ما انت شايفة كده ما شاء الله. طالع تحفة وجميل، شكل وريحة ونعومية وجميل جدا. بص بيقطم كده ما بتيجي تقطعي. وبص بفركه في ايدي، بص عامل ازاي جميل جدا. اقول كل سنة وانتم طيبين، وما تنسونيش التعليق واللايك، واقول سلام عليكم.